يا اهلا بمتابعين قناه المانوا والطرش الاساطير. معانا النهارده الحلقه 13 من حكايه الصياد الخالد للبطل هيو. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت ففي تجميعه كامله الرابط بتاعها موجود في صندوق الوصف او من علامه الاي اللي فوق. قبل ما ندخل على الفيديو ما تنساش تصلي على النبي يا صاحبي وحط لايك برضه قبل ما تنسى. ودلوقتي بقى جهز فشارك ومسلياتك والاكل اللذيذ بتاعك وتعالى احكي لك الحكايه. شفنا في الحلقه اللي فاتت لما هونج اتبهدلت تماما بسبب العقار، وبعدها حكت حكايتها وطلبت من بطلنا يخلص عليها وتموت. وكمان شفنا هاني وتامر وجو بينضموا لهيون لنقابه العتاوله، واخيرا بيقول لهم هيون يجيبوا كل اعضاء الفريق معاهم بكره عشان يبداوا اول تدريب ليهم، واللي كان عباره عن غزو الزنزانه. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف. بنشوف الشباب بيدخلوا لزنزانه الرتبه دي مقبره الجولم. يا دوب لسه بنقول يا هادي وزريبيو بيعدي عيل وبيخبط دماغه في الحيطه زرع بصل وبيغمى عليه من الضربه. العيال بيبصوا اللي هو احيه واحنا لحقنا ولا قوم يلا بطل تمثل يلا وتعمل فيها مغمى عليك عشان لو جيت لك هصحيك بنفسي. فعلا الواد بيقوم وهو بيتألم وبيكمل يونو بيقول انت قامع منك ليه؟ انتوا المفروض فريق الدفاع، فازاي مش عارفين حتى تصدوا ضربه زي دي؟ بقول لك يا كبير ما تخليهم يرتاحوا شويه، العيال هتموت من ولا اخرس يا طالما انت طلبت مني ان انا اخليهم اقوى يبقى اخرس واتفرج عليا. وبعدين فين المعالج الزفت؟ وكمان انت يا زفت انت المفروض لما زميلك في الفريق ينصاب تروح تعالجه وتوقفه على رجليه تاني عشان يقاتل. هاني بيقول له استنى بس يا كبير بص هناك كده. وبالفعل بنشوف المعالجه بتاعه الفريق بتسعى في الواد ده، لكنها بتحس بالتعب بسبب فقدانها الكميه كبيره من المنى وبتنزف من مناخيرها. بيقول له هاني ارجوك يا كبير ارجوك دي مستواها 21 بس. فبيبص له هيونو بيقول له هل سبق ليك قبل كده وحسيت بفقدان كامل للمنى من جسمك عشان تقول انها فقدت المنى؟ بيقول له تامر بس العلامات اللي بتحصل لها دي بتبقى ان جسمها فعلا فقد كميه كبيره من المنى. فبيقول له هيون بالظبط كده هي فقدت منى كتير لكن لسه موجود كميه اكبر في جسمها. انت لما بتفقد المنى بشكل نهائي فانت بتفقد وعيك بالتدريج، واثناء ما انت بتعمل كده بتحس ان قلبك بيتعصر ومش قادر تتنفس. اما كل اللي بيحصل لها هناك ده فهو مجرد علامات عاديه على استعمالها كميه كبيره وبس. وفجاه بيضحك هيونو بيقول ان ده هو الاحساس الاحسن بالظبط، لانك لما بتتعافى وتقوم منه هتلاقي احصائياتك زادت بدون ما حتى مستواك يزيد. بيقول له جو انا اول مره اسمع بالطريقه دي، انا ممكن اصدق كده عن القوه والتحمل لكن احصائيه المنى مختلفه. بيقول له هيون ان الطريقه دي صحيحه بس محدش يعرفها لان مفيش حد جربها. انت عارف ليه المسعفين هم ابطأ ناس بيطلعوا في المستوى؟ ده عشان هم مش بيشاركوا في عمليات الصيد. عشان كده الحل الوحيد ليهم اللي تقدر تخليهم فيهم اقوى هو انك تخليهم يعالجوا الناس لحد اخر قطره من نقاط السحر عندهم. اسرع طريقه عشان تبقى قوي فيها مش بس قتالك ضد الوحوش لكن انك تدفع نفسك لاقوى حدود جسمك لدرجه انك تكون على وشك الموت. بس يا كبير الانسان مننا عنده حياه واحده بس وما نقدرش نعتمد على الطريقه دي. بنشوف جولم بيظهر وبيرفع ايده وبيكون على وشك ان هو يهجم على الواد المدافع ويعمل منه بطاطس مهروسه، لكن بيظهر الاسطوره هيون وبيديله ضربه يكسره قطع وبيقول صحيح انت ما تقدرش تعتمد على الطريقه دي بدون مساعده من حد لكن ما تقلقش عشان انا مش هخلي اي حد يموت وانا موجود. لكنه فجاه بيسمع صوت شخص مش بيحبه وبيقول اخويا انا جبتهم ورايا اهو جيت. وبنشوف شين ومحسن جايبين وراهم اتنين من الجولم وجايين، ويعني في نفس الوقت المدافعين هيموتوا من كتر التعب والخوف. الكل يستعد حالا للمعركه، ما تقلقوش مفيش حد منكم هيموت فيلا كملوا قتال. وبيبتسم ببرود كده وبيقول عشان حتى لو حد منكم مات فانا هقوم على رجله من تاني كانه لسه مولود من بطن امه جديد. يخرب بيت البرود يا اخي، ده مش تدريب ده عذاب يخرب بيتك. بيعدي الوقت وبنشوف منشور عن نقابه العتاوله وانهم ضموا اعضاء جديده من نقابه جو ونقابه الحراس. والناس طبعا لما شافوا انهم طالعين من الزنزانه مفكرين انهم كانوا في خناقه. بصراحه عندهم حق يا اسطى والله، يا دي اشكال كانت بتتدرب في الزنزانه برضه. الله يخرب بيتك يا هيوم بوظت العيال. بيروح بينا المشهد لمحل مشويات وبنلاقي هاني قاعد مصدوم، والواد النائب بتاعه سابقا بيقول له انا مش موافق على اللي بيحصل ده يا نائب الرئيس، اللي اسمه كانج هيون ده مختل عقليا، انا مش شايف اي ذره عداله فيه. هو احنا سيبنا النقابه بتاعتنا عشان ننضم للراجل ده؟ بيقول له هاني راقب كلامك كويس، انا ما عدتش نائب الرئيس، انا دلوقتي قائد فريق في نقابه العتاوله. البت سوسن بتعيط وبتقول له انا ما عدتش قادره استحمل اكتر من كده، انا خايفه في يوم من الايام حاجه وحشه تحصل بسببه. فبيبص عليها هاني ومش عارف يحاول يواسيها ولا يقول لها ايه بالظبط. الواد ده بيزعق وبيقول له خلينا نرجع النقابه بتاعتنا تاني يا كبير، حتى لو احنا العشرة بس احنا اكيد هنبقى كويسين واحسن بكتير بدل ما احنا مع الراجل ده. لكن هاني بيقول له صحيح السيد كانج دماغه تعبانه وتصرفاته الاسوأ والاحقر. فبيقول له الواد ده بالظبط اللي انا بحاول اقول. لكن هاني بيقاطعه وبيقول له الراجل ده قوي، ده اقوى مستيقظ انا قابلته في حياتي لحد الان، انا عارف انك مش هتتوقع اخلاق نبيله او عداله او اي حاجه موجوده فيه، مفيش فيه روح نقابه العداله بتاعتنا وده طبيعي، لكن انا متاكد احنا لو فضلنا معاه فاحنا هنبقى اقوى من اي فتره فاتت. انا اكتر واحد كنت حاسس بالضعف والغضب لما كنا في زنزانه الرتبه سي، كنت عامل زي الفرخه الدايخه مفيش في ايدي اي حاجه اعملها وانا بشوف زمايلنا بيموتوا وحتى انا كنت هموت. بس عشان نحمي البشريه احنا مش محتاجين نكون اقوياء بقلبنا لكن محتاجين القوه نفسها. العداله مش هتتحقق بطيبه القلب لوحدها لكن بالقوه الجسديه كمان. انا مش هضغط عليكم عشان تفضلوا معايا. بيقوم اني يقف وبينحني
هاني كده وبيقول لكن ارجوكم انا محتاج منكم تثقوا فيا المره دي كمان وتتبعوني. العيال بيبصوا له مش في ايديهم حاجه يعملوها، واخيرا بيتنهدوا كده وبيقولوا خلاص هو اسبوع واحد بس على ما نشوف الوضع. بيعدي الاسبوع اخيرا وبنشوف شويه شباب دخلوا زنزانه من الرتبه ايه واللي هي مستنقع الجوبلين. الواد بيقول لصاحبه انا بصراحه بكره المستنقعات دي، بس على الاقل ان الزنزانه دي من الرتبه ايه. بيرد صاحبه بيقول له ان البوابات دي سهله وتقدر تجيب منها احجار منها بسهوله. فجاه الواد ده بيقف وبيبص على حاجه كده وهو مستغرب، وبيشوفوا هناك مجموعه من الجوبلين ميتين وجنبهم احجار المانا. بيروحوا هناك وبيقول شكل كده في ناس هنا قبلنا وموجود احجار مانا كتير كمان. فبيروح الواد ده يطلع الاحجار عشان ياخدهم لانهم هيساووا فلوس كتير. وبيسمعوا فجاه صوت قتال قريب منهم وبيعرفوا ان الناس دي خلاص جايين. بيلموا اللي جمعوه بسرعه وبيجروا من المكان عشان يهربوا، لكن فجاه بيطلع عليهم مجموعه من الجوبلين وخلاص ناويين يعملوا معاهم الجلاشه. وزريبيو بيجي سهم في دماغ واحد من الجوبلين يجيب اجله، ومن وراه بيجي مجموعه المتخلفين بتوعنا هم بيضحكوا على الجوبلين وبيندفعوا على الباقي عشان يخلصوا عليهم وبيقولوا اول مره احس ان القتال ده ممتع، يلا يا رجاله نخلص عليهم. اما هيوم بقى واقف بيبص عليهم وميت على نفسه من الضحك وفرحان وبيقول والله وكبرتوا يا رجاله، انا فخور بيكم بجد، بس انتوا زودتوها شويه، دول مجرد جوبلين يعني، يلا مش مهم اعتبروا النهارده اجازه والعبوا براحتكم. في نفس الوقت العيال دي واقفين بيتفرجوا وبيزولوا وبيقولوا ايه ده، هو ايه ده، هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. بنعرف بقى ان في خلال الاسبوع اللي فات ده فنقابه العتاوله حجمها ونفوذها زادوا، وفي اشاعات بتقول ان نقابه العتاوله هي بالظبط مجموعه كبيره من الاشخاص كلهم شبه جانج هيون. هاني بيتفرج عليهم وعلى التحول اللي حصل لهم ده، وبيتكلم مع الواد اللي كان مش عايز يسيب النقابه بيقول عدى اسبوع من ساعه اخر مره اتكلمنا فيها. فبيقول له الواد سعيد ايوه صح يا اخويا تمام، احنا كنا اتكلمنا عن اننا هنسيب النقابه ونرجع نقابتنا. فبيزعق له سعيد وبيقول له انت بتقول ايه بس يا اخويا، احنا لسه مش اقوياء كفايه عشان نسيب العتاوله، وبعدين احنا مش محتاجين نرجع النقابه، احنا دلوقتي فريق الحراس يا. فكل العيال بيهيصوا وراه وبيوافقوا الراي. فبيقول هاني ما تناديش عليا باخويا، قول لي ان انا قائد الفريق ولا اقول لك مش هتفرق. بيطلع لهم الفيزا وبيقول لهم يطلبوا اللي هم عايزينه النهارده، وبيستأذن منهم وبيقول لهم انا ورايا شغل محتاج اخلصه النهارده. بيطلع هاني بره وبيبص وبيقول زعيم النقابه سيهيون انت شايفنا دلوقتي مش كده، على الرغم من ان النقابه سقطت لكن لسه روح نقابه الحراس عايشه جوانا، اعضاء النقابه كويسين وبافضل حال، وكمان بينشروا تعاليم نقابتنا اقوى من اي وقت سابق، بس انا مش عارف الله اعلم يعني، حاسس ان في حاجه غلط بتحصل مش عارف ايه هي، يا ترى اعمل ايه دلوقتي. بيعدي الوقت وبنشوف شله المتخلفين بتوعنا بيبصوا من بهار على المبنى الجديد الخاص بنقابه العتاوله، وبيبقوا متفاجئين كمان عشان المبنى الكامل ده هيبقى خاص بيهم هم. بتقول شين على الرغم من ان جيت هنا امبارح وشفته لكن انا شايفاه النهارده بطريقه تانية خالص. عندك حق يا اختي، المكان واسع جدا، عينك ياض انت وهي لا تجيبوا اجله. احنا ودلوقتي يا شباب احب اقول لكم ان من النهارده المكان ده بتاعنا، مش عايز شقاوه ولا تكسير في الحاج. وقبل ما يكمل كلامه العيال بيتخانقوا على مين هيدخل الاول اصلا. المحترمين الثلاثه مصدومين من التغير اللي حصل للعيال دي ومش مصدقين يعني اللي بيحصل. خلونا ندخل بقى مع شله المتخلفين وبنشوفهم بيلفوا في المكان. الطابق الاول كان الكافيتيريا الخاصه باعضاء النقابه فقط، اما الطابق الثاني كان الجيم وصاله التدريب، اما بقى الطابق الثالث فكان زي الاستراحه كده وغرفه الالعاب. يوم بيدخل وبيقول هو ده الكلام، ودلوقتي الواحد يحس فعلا ان هو صاحب نقابه كبيره. بقول لك يا كبير واحنا لازم نعمل هنا مكان خاص بالمشروبات بتاع العرق صوص الفاخر. ايه ده صحيح انت ادم محسن، هو مش انت لسه تحت السن القانوني؟ بيقول له محسن هو ايه اللي فكرك بالموضوع ده دلوقتي؟ بس ايوه انا فعلا تحت السن القانوني، فيها ايه يعني؟ بيقول له هيون بس انا شفتك قبل كده بتشرب عرق صوص. لكن محسن بيقول له لا طبعا انا كنت بشرب كنزات صودا بس يعني. بيفتكر هيون وبيقول فعلا محسن ما شربش قبل كده عرق صوص، بس ازاي يعني بوشه اللي اكبر من عمره ده وما شربش عرق صوص؟ مالك يا عم انت بتبص لي كده ليه وانا عملت حاجه؟ بيعدي الوقت ومرعي بيرن على هيون وبيسال لو كان المكان عجبه. فبيقول له هيون ان هو شافه فعلا وعمل فيه شويه تغييرات كده. تغييرات ايه؟ هو انت لحقت يا ابني تعمل اي حاجه في الوقت القصير ده؟ بيقول له هيون اكيد طبعا، وانت ناسي احنا مين ولا ايه؟ بيقول له مرعي الله صحيح وقسم المبيعات ده كان فكرتك؟ بيقول له هيون لا مش فكرتي، بس هل تم تنفيذها ولا ايه؟ بيقول له مرعي انها بقت ترند حاليا فعلا، وبالاخص كمان التمثال اللي انت عامله ده. بيستغرب هيون وبيقول له تمثال ايه؟ ولما بيبص على شين ومحسن بيلاقيهم زي اللي عاملين عامله. طب اصبر كده بس دي يا معلم مرعي هيرن عليك عشان في حوار انت وهي. والراجل ده بيتكلم عن ايه بالظبط؟ محسن بيقول له مش عارف يا كبير بصراحه. فبتقول له شين انت هتستقبل يا عم، انت عايز تشيلني الليله لوحدي ولا ايه؟ فصاحبنا بيستغرب اكتر وبيبحث عن النت بسرعه، ويعني بينصدم لما بيشوف تمثال شبهه بالظبط بسعر 400 دولار والتعليقات الكتير عليه والناس بتضحك عليه. وعلى طول بيطلع السيف بتاعه وبيقول انا عايز شرح حالا يا ابن الصرمه انت وهي. بيقول له محسن بصراحه انا وشين فكرنا ننشط المجال بما انك قلت هتسيب الموضوع علينا، وبما انك الواجهه بتاع نقابتنا ففكرنا نعمل لك اداه بتمثلك، عشان كده يا كبير فكرت ان الموضوع هيبقى كويس يعني. وزريبيو وهيم بيهجم على محسن بيقول له عطل لا اعمل منك سندوتش لانجون يا ابن الصرمه. محسن بيتفضل ضربه وبيجري قدامه بيقول له ايوه بقى اخيرا، انت مش عارف قد ايه انا عايز اتعارك معاك يا زعيم. الكلمه دي طبعا بتعصب هيون وبيفضلوا يكسروا في المكان وهم بيجروا ورا بعض.
بيعدي اليوم وبنروح بالليل بقى لمكان معين كده، وهيون بيقول احنا حاليا في مهمه من الحكومه، والمهمه دي اننا نتصرف كاننا عايزين نشتري عقار قوه الوحش ونتواصل مع البايع، لاننا اكتشفنا الموجه اللي فاتت من الزومبي دي كانت بسبب عقار الوحش، وساعتها بسبب قلق الحكومه فاصدر فريق اداره القدرات الخاصه الامر بالتصرف. بنشوف صاحبنا هيون ومحسن مستنيين البايع، وبيقول هيون لمحسن اتصرف وشوف طريقه نشيل بها التمثال ده من على صفحات النت. فبقول لمحسن ليه بس يا كبير، ده احنا بعنا لحد الان 500 واحد، وعلى فكره التمثال بتاعنا كمان اتباع منه 6000، يعني بصراحه بنعمل فلوس حلوه. فبيتعصب هيون عليه اكتر، وبيتكلم مرعي بقى وبيقول لهيون يركز عشان في عربيه بتقرب منهم. وبالفعل صاحبنا بيلاحظ وجود 10 اشخاص جايين عليهم، ويفتح المكان وبتدخل واحده ومعاها اصحاب قدرات كتير. بقول لك يا كبير، هو انا قلت لك قبل كده ان قدرتي الخاصه هي الحاسه السادسه صح؟ فبيقول له هيون انت ما قلتش بشكل مباشر بس انا عارف يعني ليه، وفي حاجه حصلت ولا ايه؟ فبيقول له محسن بص كده على وش البت دي، فاكر البت دي يا زعيم؟ دي البنت اللي انا كنت اتعاركت معاها في الاختبارات وكسرت لها ايديها. فبيفتكر هيون ان دي الساحره يوري، وبيقول له يعني ايه تقصد تقول ان البنت دي بقت واحده من اللي بيبيعوا العقار؟ محسن بيقول له يا ريتني كنت سمعت كلام المهاره بتاعتي وخلصت عليها بشكل نهائي. بيتقدم هيون وبيقول لها فين البضاعه؟ فبتقول له البنت لا مفيش بضاعه غير لما نشوف الفلوس الاول. وعلى طول هيون بيقول لمحسن يفتح الشنطه ويوريها الفلوس. بيقول هيون في نفسه انه حاطط جهاز تتبع في الشنطه عشان يعرف المكان الاصلي للعقار، بس بصراحه الحكومه بتتصرف بجنون جدا عشان يصرفوا الفلوس دي كلها جزء من العمليه. بيقول لها هيون الفلوس اهي تمام، وريني بقى البضاعه. وبالفعل يوري بتروح تاخد الشنطه وبتفتحها، لكن الغريبه بيخرج منها ضوء شديد جدا وكأن في دايره سحريه واداه بتتفعل، وفورا الاداه دي بينضرب منها شعاع طاقه مميت جدا بينفجر على طول في هيون. وبتتكلم يوري بتقول من ساعه ظهور الهيكل العظمي والصانع ففي حاجات كتير قوي حلوه بيتم صناعتها. فريق القدرات الخاصه ولا اسمكم ايه دلوقتي؟ مفكرين ان احنا ما نعرفش عنكم حاجه؟ اتاكدوا يلا يا شباب من الشنط، العيال دي اكيد حاطين متتبع اشاره او حاجه، وبمجرد ما تشيلوه يلا خلينا نرجع. لكن الواد اللي معاه بيبص مكان الانفجار وبيقول لها تبص هناك بسرعه، وده بيكون صاحبنا هيون اللي كان جلده اتحرق وباين منه عضلاته بس، وطالع يضحك وبيقول ياه الواحد ما كانش يعتقد ان هو هيتكشف بسهوله، وبسبب الاصابه اللي حصلت لي دي فانا هتاكد ان انا هاخد مبلغ محترم من المرع لما اشوفه. البت يوري يعني بتنصدم ان هو لسه عايش وما ماتش، لا وكمان بتصرخ وبتعرف ان هو كان هيون المجنون ومش مصدقه ان هو بيشتغل مع الحكومه. قال لو انا مشهور قوي للدرجه دي عشان تتعرف عليا بسهوله؟ فجاه الكل بيخرج اسلحته، ويوري بيتزعق وتقول لهم يخلي بالهم عشان الخصم ده مش خصم عادي، اللي قدامكم ده واخد مجنون ومختل عقليا عمل من نفسه تمثال عشان يبيعه على النت. يعني صاحبنا تحس ان جاله ايرور في دماغه من اللي سمعه. اما بقى يوري بدات تستوعب وبتقول لو كان هيون هنا يبقى المجنون التاني هو كمان معاه. وبالفعل المجنون قصدي محسن بيطلع يقول لها سربرايز ماذر فازر، عدى وقت طويل يا زميلتي في التدريب مش كده؟ يا عيني البت بتفتكر اللي حصل لها وبتنصدم وبتصرخ عليه. اما هيون بيقول له انت كنت فين يالا يا عبد الصرمه؟ معلش يا كبير بقى اصل انا رحت استخبى بسرعه زي ما انت عارف يعني عن قدرتي. الرجاله بيطلعوا الاسلحه وبيقول هيون شكل كده لازم علينا نتقاتل معاهم. ايوه بقى يا كبير دي احلى لقطه بحبها في الاكشن ده كله. بتتعصب يورو وبتصرخ على كل اتباعها وبتقول لهم روحوا خلصوا على المختلين عقليا دول حالا. وبالفعل بيتقدم واحد بالسلاح بتاعه على هيون، فصاحبنا بيمسك السيف بايده وبيمد رجله وزربوه وبيسلم على وشه بالجزمه وهو بيكسر السيف، والضربه حربيه بتخليه يلبس في السقف من قوتها. اما بقى عند محسن فبيندفع عليه 2 بالسيوف، فبيعدي من واحد منهم وبيتشقلب في الجو وهو بيتفادى، وزربوه بينزل على راس واحد منهم يفرتكها حرفيا. ولا امسك ايدك يالا مجنون يالا، انا مش قلت لك قبل كده احنا المفروض نمسك العيال دي عايشين عشان نستجوبهم مش نخلص عليهم؟ عادي بقى يا كبير ده واحد بس منهم يعني. البت يوري بتفعل العصايه السحريه بتاعتها وبتعمل تعويذه العصر الجليدي، حرفيا الاوضه كلها حرارتها بتقل لدرجه ان السيف بتاع صاحبنا بيتجمد، لكن صاحبنا بيقول لها وربنا انت احسن من التكييف اللي في بيتنا. فبتزعق عليه يوري وهي بتشتمه عشان بيستخف بيها وبتعمل مهاره جليديه تانية، واخيرا المره دي بتقدر تحوله لجبل تلج صغير. لكن يوم بيقول لها هو ده اخرك يعني خلاص؟ بتقول يوري في نفسها انا كنت اشتريت الحجر السحري ده كورقه رابحه اخيرا، انا كنت سمعت كتير قبل كده عن قوه كانج هيون الوحشيه، لكني مش هكون متخلفه وهاجمه بشكل مباشر والا هيمسكني. يلا يا شباب احنا فزنا في المعركه خلونا نمشي. وعيني قبل ما تكمل كلامها حتى بتتفاجئ بمحسن بيقول لها على فكره هيون لسه عايش. لما بتبص جنبها بتلاقي كل رجالتها اصلا على الارض متكسحين، فبتستغرب وبتقول ازاي هو الواد ده ازاي قدر يهزمهم كلهم كده بسرعه؟ ابن المجنونه محسن بيروح عند هيون وبيقول له خلينا اساعدك يا كبير، وزريبو راح ضارب جبل التلج اللي فيه هيون، لكن بنشوف ان ايده طارت. الله يخرب بيتك يا محسن. لكن احنا عارفين برضو ان ايد صاحبنا بتقدر تتجدد بسرعه، وبعدها بيستخدمها عشان يكسر باقي التلج. وبيقول ليوري انت مدهشه بجد، ما تيجي تنضم للنقابه بتاعتنا وخليكي مسؤول عن قسم التبريد. محسن بيقول له قال ايه قسم التبريد ده يا اسطى؟ فبيقول له ما تشغلش بالك انت ده قسم جديد. في نفس الوقت البت مندهشه اصلا وبتقول لا مستحيل، لا مستحيل دول يكونوا بشر، دول مجموعه من الوحوش. بتزعق يوري بسرعه على كل اتباعها عشان ياخدوا العقار الجديد، لكنهم بيبقوا مرعوبين من الاثار الجانبيه القويه بتاعته. بتقول لهم يوري انتوا خايفين من الاثار الجانبيه ومش خايفين من الوحوش دول؟ لو في حد
حد فيكم اتمسك فهيموت على ايديهم. وبالفعل كلهم بيتناولوا العقار الجديد وبيتحولوا لوحوش بعضلات بدون عقول. صاحبنا بيشتم فيهم عشان اكيد العقار ده هيخليهم يفقدوا حياتهم ويموتوا، لكن محسن بيقول له استنى بس يا اخويا ما تعملش حاجه. ليه يا ابني مالك كده؟ فبيضحك محسن ضحكه الانحراف بتاعه وبيقول له خليهم يكملوا التحول بتاعهم وقوتهم تزيد اكتر، ده هيخلي الموضوع ممتع اكتر. بيشتموا هيون وبيقول له وسع من طريقه ابن المجنونه مش ناقصاك. وعلى طول هيون بيندفع عليهم وبينط في الجو، والعيال بيبصوا عليه والزريبو بينزل زي النيزك بيدمر المكان وبيعمل انفجار. بيختفي الغبار بعد شويه كده وبنشوف الضربه نزلت على واحد، لكن المفاجاه ان الواد ده قدر يصد الضربه بايده وهيون بيتفاجئ. انا متوقعتش جسمك يبقى قوي وصلب للدرجه دي. الواد ده بيجهز ايده والزريبو وبيناول صاحبنا ضربه بيطيره بعيد وبيلبسه في الارض. فبيضحك محسن على صاحبنا وبيقول له ايه يا كبير البوكس بتاعه ده كان كويس ولا احط لك عليه شويه شطه؟ محسن بيسمع العيال بيقولوا له دلوقتي جه دورك يا واخد انت. فبيبص عليهم محسن وبيقول له وماله ده على ذوقي بصراحه. الواد بيهجم بمخالبه لكن محسن بيقدر يتفادى بسهوله، وقبل ما يتكاتروا عليه بيقدر يروجهم وبيعمل لنفسه مسافه، وعلى طول بينط من المسافه دي من ورا واحد منهم وهوب بيركب على ظهره وبيحاول يكتفه. بس محسن مطنشه اصلا وبيخرج خنجر من المخزن وبيرميه على الواد التاني بسرعه، لكن الواد ده بيقدر يمسك الخنجر قبل ما يلشق في راسه. محسن مش بيستنى طبعا وبيندفع عليه، وزريبو بيضرب ظهر الخنجر بيخليه يعدي من الجهه التانيه. وفي نفس الوقت في واحد كمان كان جاي عليه وبيبص له محسن، فبينط الواد ده عليه بمخالبه وخلاص هيجيب اجله. بتبقى يوري فرحانه وبتقول له خلاص اخيرا جت نهايتك يا واخد، لكن قبل ما الواد ده يعمل اي حاجه بتيجي حاجه تعدي من صدره وتخترقه وتخلص عليه. ودي كانت النينجا بتاعتنا القناصه شين بالكوز بتاعها الجديد. عاش عليك يا اختي شين والله نقصتيني بصراحه. اما يوري بقى بتبقى مصدومه مش مصدقه ان لسه في اشخاص معاهم. بتزعق يوري على اتباعها الاثنين الباقيين وبتقول روحوا حالا هاتوا لي البنت دي عشان ناخدها رهينه ونهرب. لكنها بتلاحظ ان بيتم ضربهم بمجرد ما قربوا، ولما بتبص عشان تشوف مين اللي عمل كده بتلاقي صاحبنا هيون، واللي بيفعل مهاره قوه العملاق والهيجان وبيقول الضربه اللي خدتها في وشي دي بجد وجعت، تعالوا لي يا شويه اوغاد عشان نلعب تاني. البت يعني بتشوف هيون وهو جاي عليها وبتصرخ عليه وبتقول له ما تقربش ما تقربوش مني يا شويه وحوش. وعلى طول هاتك يا دعك بقى صاحبنا كان مطلع المطرقه بتاعته ونازل فيهم دق يمين وشمال. فمحسن مبسوط قوي وبيقول له خلينا العب معاك ارجوك يا كبير. بيعدي الوقت وبيجي افراد الحكومه وبيقول مرعي انتوا عملتوا ايه بالظبط عشان تدمروا المصنع بالطريقه دي؟ لا يا معلم مرعي بصراحه احنا لقيناهم بيقاوموا فاضطرينا نستعمل العنف. بيقول له محسن بس احنا استمتعنا بصراحه يا كبير. ايوه فعلا عندك حق كانت ليله حلوه قوي. مرعي بيسال هيون لو كان في حد عايش بعد المعركه دي، فبيقول له هيون اكيد طبعا هتلاقيني دافنها هناك هتقدر تشوف. وفعلا بنشوف البت يورا حرفيا مدفونه لحد راسها في الارض. هو ايه ده يا سيد هيون؟ بيقول له صاحبنا تقريبا كده دي زعيمه شويه المتخلفين اللي هجموا علينا. فبيلطم مرعي من الغباء اللي شايفه وبيقول ما تشغلش بالك شكرا على اي حال، احنا هنرن عليكم في اقرب وقت عشان نديلكم المكافآت بتاعتكم. محسن وهيون بيقولوا له زود شويه بقى عشان احنا كنا بنعاني بصراحه النهارده. بيروح بينا المشهد عند مرعي وبالتحديد لغرفه التحقيق، وبنشوف يوري مربوطه في الكرسي ومرعي بيستجوبها وبيتاكد من المعلومات بتاعتها لو كانت صحيحه. خليني اسالك يا يوري تعرفي حد اسمه مين جو؟ يوري ساكته ومرعي بيكمل ويقول لها الراجل ده هو زعيم المنظمه بتاعتكم مش كده؟ من رعب الزنزانه لبيع العقار، يا ترى انتوا بتعملوا كل الاعمال دي ليه؟ عشان الفلوس؟ يوري لسه ساكته برضه. فبيقول لها مرعي هو انت ليه مش عايزه تتكلمي؟ احنا كده هنضيع وقتنا على الفاضي. بتقول له يوري هو بتضحك هل هتفهم يعني حتى لو قلت لك؟ فبيستغرب مرعي وبتكمل البت وبتقول له انت مجرد كلب للحكومه هتفهم ايه يعني؟ مفيش غيره بس مفيش غيره هو بس الشخص اللي هيقدر ينقذ العالم. بيقول لها مرعي ومين بقى الشخص ده؟ هل بتتكلمي عن مين جو؟ هل انتوا مجموعه من منظمات العقائد والحاجات دي؟ يوري برضه مش بتتكلم. فبيتعصب مرعي وبيحط حاجه كده في بقها وبيقول لها انت ليه بس عنيده؟ بيمسك بعدها الكماشه وبيقول كان الموضوع هيبقى اسهل بكتير عليا وعليكي لو كنت جاوبتني من الاول. يا ترى نبدا باول ضافر؟ وعلى طول بتبدا بقى سلسله الصراخات تملى المكان يا صديقي، والبت بتصرخ من الالم ومرعي بيقول لها يا ريت تتكلمي بسرعه وتوفري عليا الوقت لان لسه في 9 صوابع تانيين. وعلى طول مرعي بيقرب منها وبكل تهديد بيقول لها اخر مره هسالك فيها ايه هو الهدف بتاعكم؟ كلمة السر يا سعيد اكتبها لي في التعليقات عشان تطلع معانا الفيديو الجاي زي الاساطير اللي جاوب على كلمة سر الحلقة اللي فاتت دي. وطبعا ما ننساش اصحاب اول 3 كومنتات. اما بقى لو حابب محتوى الانمي او الدونج هوا فهتلاقي القناتين بتوعي تقدر تشترك فيهم وتتابعنا هناك، هنبدا ننزل عليهم بكره باذن الله. لو وصلت لحد هنا يا صاحبي فياريت تحط لايك يعني بعد اذنك. كان معاكم اخوكم سيف حسام الدين واشوفكم في فيديو جديد وسلام.